أهلا وسهلا فيكم بالفيديو الخامس من سلسلة 15 فيديو شهر رمضان. بداية اشتركوا بالقناة وحطوا لنا لايك وحطوا لنا تعليق حلو مثل وجوهكم الحلو. إذا كنت أول مرة عم تشوفني بحب أقول لك يا عزيزي إني عامل مسابقة، كل اللي عليك إنك تشترك بالقناة وتبعت الفيديو لرفقاتك. إذا حابب تزيد نسبة ربحك اشترك من جوالات العيلة بس هيك يعني، وأنا آخر الشهر راح أعمل سحب عشوائي يعني ممكن انت تكون الرابح. فيديو اليوم بدنا نشوف برنامج غيث مروان بدون صوت. لا، هو اسمه بدون صوت، برنامج اسمه بدون صوت. خلونا نبلش. مثل ما بتعرفوا أنا نقلت على بيت جديد والجيران بيناموا بكير، وأنا بحب أعمل تحديات برمضان. قررت إنه أعمل تحديات بالليل بس بدون صوت. الاسم غيث، النتلة الحقيقي. حلو، هلا عم بيعرفونا على الشخصيات يعني. شيء اسلام متى ما كان موجود ببرنامج عرفوا انه البرنامج حلو. حلو، اللي فهمناه لحد الآن إنه عاملين مثل جو مكاتب والسكوت هدول الحركات. خلونا نشوف نكمل. التحدي كالتالي: في قدامكم ورق، كل واحد بده يسحب ورقة. الورقة الخضراء يعني انتم بالسيف سايد، والورقة الحمراء يعني رح تتعاقبوا. بكل مرحلة الجائزة 500 درهم، بس رح تحصلوا عليها إذا لعبتوا التحدي بدون صوت. باين قبل ما يبلشوا الشباب جايبين عيد البرنامج. عمور عم بيأشر هيك، واحد عم يضحك، واحد عم بيهز راسه. بدون صوت، وكمان عشان ما نتقلع من البيت لأنه الجيران بيناموا بكير. حلو، البرنامج جو همجية تبع البقال الأقوى، يعني مين بيلحق بيشيل الوراق. قلت لكم البرنامج جو همجية. اسلام ليش هيك شكله طالع بضحك؟ اسلام ما بعرف شلون طالع، بيطلع مثل شفير. حط لكم صورة والله ما بيشبهه. حلو، بدنا نشوف هلا الترتيب شلون بده يحطوا زياد وبده ينقرقروا. حلو لحد الآن فهمنا إنه بدهم يختاروا كل واحد رقم أو بطاقة، وبيطلع له بطاقة حمراء بيتعاقب وبطاقة خضراء ما بعرف. والله مثل ما قلت لكم جو همجية، اللي بيلحق حاله.
زياد مصر يجيب العيد بحاله بس ما عرفان كيف. والله هذا الانسان جايب العيد بحاله، سبحان الله. المرة الأولى راح بدل ورقته، والمرة الثانية كمان بدل ورقته، بالمرتين هو طلع له العقاب. أحلى عالم. اللعبة كالتالي: زياد بيكون واقف بالنص والشباب حواليه رح يضربوه، وإذا زياد شاف اللي ضربه بيطلعوا معه دقيقة ليطلعون ليربح، وإذا طلعوا صوت بيخسروا التحدي. بحس هذا ابو الابيض ما له علاقة باللياقة، واصلا انا ما بعرفه ومين جابه، شو له دخل هذا هون. اسمعوا هاي اللقطة اللي بيطلع فيها دور عمور حلو، والفيديو لانه كله عبارة عن ابو اللابس ابيض وزياد، اللي لابس ابيض وزياد، بس هي اللقطة طالع فيها عمور. شباب عندهم العقاب دايركت، واحد تطلع له بطاقة حمراء بيلزقوا البطاقة براسه، بيضربوه كفوف دغري، عنده دايركت. التحدي كالتالي: كل واحد ماسك معه طابتين، ولازم ترموا الطابع على عمور، وإذا عمور طلع صوت بيخسر التحدي، وإذا الفريق ضحك كمان بيخسروا التحدي. اوكي مين اقوى واحد بين الكلب اصلا؟ ايه استنى، لا خليها اخر واحد. انا بدي انتقم، انا اكثر واحد اكلم. حلو، هالمرة شايفينه ابو الابيض بالنص، خلونا نشوف. دقيقة شو صار له؟ اها ضربوه له، انا ما شفت اللقطة. ضربوه له بدل ما يضربوا عمور. حلو. بس هذا كان فيديو اليوم، اكتبوا لنا اراءكم بالتعليقات، واعطوني رايكم كمان بالفيديو تبعي. تمام، انه انا اللي عامل هذا الفيديو. ايه بس رح احط لكم حسابي على الانستغرام هون، اعملوا لي فولو. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.